السلام عليكم الخوت اخواتي كنودين. اليوم جينا نردوا على صحافه زيكو على الكذب ديالها، لانه شنتوا على الهجمه ممنهجه وفي البروباغندا على الملاعب ديال المغرب ومواجهه المغرب لكاس افريقيا، وحنا خاصنا ننظموا. وقال لك المغرب ما يستاهلش ينظم لا كوب دافريقيا لا كوب دو موند، وحنا خاصنا ننظموا جوج كاس العالم. اليوم جيت نوريهم وجههم في المرايه كما يقولوا. ملعب كاين عندنا ملعب ديال القبائل الجديد عنده مشكل ديال السقف، ملعب ديال تيزي ديال براقي مشكل ديال الارضيه والباركينغ ما كانش، ملعب ديال وهران مشكل ارضيه، ملعب ديال عنابه مشكل ارضيه. يعني هادو مشاكل ارضيه. بصح الملعب ديال براقي عنده مشكل ديال الباركينغ ما فيش. هذا في فيفا ما تقبلوهاش، هذا في الكالندري ديال لاكاف هي ما تقبلوش. واخا تقدم لها تجي تفتش يقول لك فين راه لي باركينغ وخصك دير باركينغ. هذه اول حاجه. نمشيو للملعب ديال تيزي وزو الجديد، مشكل ديالو الملعب ديال تيزي وزو الجديد مشكل ديال السقف. على بالكم الا جات شتا كبيره وكانت مقابله لعابه غادي يقطر كامل، لانه داروا له سكوتش وراه بانت في الماتش اللي واحد الماتش راه قطر. ما غير الصحافه ما بغاوش يديروا هذيك البروباغندا ويطلعوا، لانهم خاصك تقلع السقف كامل وتولي فضيحه. وغادي يجي نهارها وغادي تولي فضيحه كبيره، لانه نهار تفضح هذه القضيه وتزيد تكبر غتولي مشكله. لانه الملعب هذاك خاصين عليه لي مليار. الناس هذوك اللي داو لي مليار داوها وزادوا تواركا ولا اللي خدموه داو فلوس كبيره وزادوا 14 عام وهو يتخدم. الملاعب الاخرين لي مليار خسرت في الغازو، كل عام خاصهم يعاودوا للغازو، كل 6 شهور خاصهم يعاودوا للغازو. علاش ما يديروش من ليتروتيان، ما يديروا والو للغازو، ما يخدموش كاع، حاط ودق وصافي. يلعب 2 ماتش 3 ماتش خاصك تعاود له كامل. هادو هما الديفويات اللي صحافه زيكو صحافه الروكار ما يقدروش يهضروا عليهم قنوات الروكار. علاش؟ لانه لو كنت تشوفوا واحد الصحافي خرج في هاد اليومين ولا 3 ايام استهزأ بواحد الشخص، استهزأ به في قناه البلاد، استهزأ به على حساب اللبس ديالو. وهذاك الشكل ديال هذاك الصحافي اللي شفتوه، هذوك هما الاعلاميين كامل اللي عندنا. هذوك الصحافيين اللي عندنا كامل الاعلاميين هذوك هما العقليه ديال هذاك. يستهزئوا بالاشخاص، ما الفقراء يستهزئوا بهم، ما على بالهمش بالناس، ما على بالهم حتى بحاجه. هذه هي العقليه. الهجومات هذه على المغرب متكرره كذا منا، لانهم مشريين لانهم بيوعين. ومن تكون انت صحفي بايع بيوع يعني مشري وتخدم البروباغندا، سي نورمال تستهزأ بالاشخاص. لانه تقول واش تقول انا عندي في كتافي اللي حاميني. راكم فاهمين كاركتير كيفاش يفكروا. كتاب يستهزأ بهذا يستهزأ بهذاك، تجيبوا للبلاطو تستهزأ به، تسب هذاك نورمال. شتو العقليه كيفاش دايره ديال الصحفيين. هذا هما المشكل ديال هاد الصحفيين اللي تسلطوا بينا، اللي خاص نشوفوا. خاص ان شاء الله الا صرات شي حاجه ولا شي، هاد الصحفيين كامل خصهم يمشيو للحبس. ما عندناش اعلامي، ما كانش اعلامي، ما كانش صحفي، كاملين من القنوات اليتيمه وكلشي وتجيهاو. لو كان تجي دير مقارنه بين القنوات الارضيه هذوك الارضيه وقناه الالجيري والروينه مع قناه دوزام ديال المغرب والقناه ديال المغرب الاولى، ما تصيب فرق كبير. هذوك ما يهضروش وهذو ينبحوا. بصح حتى من تهضر، انا من نهضر مع شي واحد نقول له ودي حنا رانا دايرين هجمات وهجمات، يقول لك لا في المغرب حتى هما يهاجموا. مين يقول لك شوف تيفي؟ مزيد شوف تيفي تجبرها يوتيوبر، تجبرها قنوات في اليوتيوب. حنا القنوات ديالنا في اليوتيوب ها بونيف ها بونيفات بزاف راهم يضلوا يسبوا. يعني لا مقارنه. بصح لو كان الاعلام ديالنا وهذوك وكاله الاعلام وهذا التخربيق يشدوا فمهم كنا مخيرين. شتو حنا نهار المشكل هذا هو. قال لك ما بني على باطل فهو باطل. تبني واحد تخيل في دماغك بانك تنظم جوج كاس العالم وتنظم كاس افريقيا وانت هو الطوب، وتحسب راسك بالله انت هو بوها، وتجي واحد الفتره فين غادي تفضح. باش غادي تفضح؟ المغرب ما شاء الله راه الملاعب ديالو في تقدم، في تقدم، وغادي غادي ينظم كاس افريقيا. اول حاجه ملاعب عالميه، وغادي تكون احسن كاس افريقيا في التاريخ. غادي يزيد لانه راه طالب المغرب ينظم في 9 ديال الملاعب، ما بقاش 6. قال لهم خصكم تزيدوني 3، نزيد لكم 3، عندي 3. يعني قادر يديرها في 9 ديال الملاعب. ثاني حاجه غادي يكون عنده كاس العالم، وكاس العالم غادي يدير اكبر ملعب في العالم 115,000 متفرج. وغادي يدير الملاعب الاخرين يكمل عليهم لقطه يوليو 6. ايوا وكيفاش ما تبقى تفرج كاع التلفزيون تفرج تقول هذه واش هذه المغرب؟ هذه ماشي المغرب جايه في اوروبا. هذا غادي يصرى لكم الصدمه. ماشي الاعلاميين، الاعلاميين عارفين ودوك الصحفيين عارفين يخدموا بروباغندا الشعب.
يقول ماشي الاعلاميين كانوا يقولوا لنا كاس افريقيا ما تنظمش في المغرب، نظمها. ماشي كانوا يقولوا لنا المغرب هذا فقير، ماشي كانوا يقولوا لنا المغرب هذا فيه الكريدي. واخا تجي عند اي واحد تقول له فيه الكريدي يقول لك لا اخويا المغرب راه بحال اوروبا، والله معليش فرنسا وفيها الكريدي غارقه كريدي. يقول لكم فرنسا عندها، فهمتوا كيفاش الناس غادي تنقلب عليكم، غادي تجي واحد النهار فين يشوفوا هذاك الشيء غادي يتقلبوا عليكم. فهمت؟ لانه الكذب 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 طيحوا في الفخ، كيما صار القفطان الكذب، كيما صار الزليج باغي انت هو تكذبوا وتقول لهم راه ندخلوه اليونسكو وما يدخلوه لكمش، تبقاو خادين بالكذب. خاص ما عندناش، ما كانش حاجه ديالنا، عايشين في هذاك الكذب والوهم. فهمتوا؟ القفطان المغربي سجله هذا العام، عامين واحد العامين يسجل لك الزليج، عاود العام الجاي يسجل الزليج والسلام عليكم. وانت واش دير؟ انت عايش في الكذب، بروباغندا، الكذب الخرطي، الاوهام. بحال هكذا الملاعب، حنا ننظموا لا كوب دو موند 2 مرات، المغرب ما خاصوش، لان قلبكم محساد وقلبكم مغيار. والله ما تطفروا، والله ما تطفروا. اليوم جينا نوضحوا للناس باش يفهموا ملاعب هذو راه والله ملعب مصالح. علاش؟ في ملاعب زينين، ملاعب زينين ولكن فيهم اصلاحات كبيره. يعني ملاعب تيزيوزو الا بغات تصلحها هضرك من السطح خصك تلقى لها كاع وتعاود الكامل الفرشه، الفرشه ديال السطح خصك تعاود لها كامل. ها وحده الارضيه خصك تعاود هي تعاود لها، الارضيه ديال البراقي خصك تعاود لها، الباركينغ خصك تدبر باركينغ باي طريقه، تحفر تحت الملعب ولا حفر تحت فوق الملعب، لانه النهار اللي مشيتو تهندسوا راه كان غيدفع وزيد. خدم هنا وصافي دير لهم ملعب هنا، ملعب ديال 5 جويه راك تشوف تعاود له 70,000 مره. الملعب ديال عنابه حتى هو ما شاء الله، ولكن تعاود له في الكاز وعاود ودير ودير. يعني هنا هذا هو البروبليم، ديما خاصنا نعاودوا الخدمه ديما ديما ديما. فهمتوا؟ لانه ما خاصناش نقعدوا درك بحال المغرب. انا ما نخافش على المغرب لانه الملاعب من غادي يكملهم، غادي راني عارف الكازو غادي يكون طوب، الملاعب غادي تكون الصيانه ديالهم، الملاعب ديما نقيين، لانه الناس هذوك اصلا موالفين بالملاعب وموالفين، عندهم ناس خدامين خصوصيين بالملاعب. حنا ما عندناش على الغالب، قلال الشركات تبغى وحده ولا ما على باليش، مي ما عندناش الناس اللي العامله اللي تخدم، الناس ما بغاش تخدم، الناس غير اوروبا. هذو اللي يخرجوا يقول لك ما رانيش راضي، محقو ما راش راضي، كاع ما راش راضي كاع ما راناش راضيين. الحقيقه هذه توجع، ما راناش راضيين اخو. اش غادي تقول لهم؟ هاد الناس مرض الله يهديهم. المهم غادي نهضروا على اليوم على مانشستر سيتي اليوم خسرت مع غوارديولا. خسر غوارديولا مسكين صافي يمكن نكمل. كاين مقابله ديال باريس سان جيرمان ديال الاخرى برشلونه واتلتيك مدريد درك مع 9 تبدا، وكاين مقابلات اليوم بزاف. شفنا نايف اكرد ما لعبش المقابله هذه ديال سوسيداد لانه تبريسه في التدريب، نتمنوا له الشفاء العاجل. كاين حوايج اخرين كيدير حكيمي، كاين مقابلات اليوم وانا نتمناو ان شاء الله، نتمناو تالق اللاعبين العرب. هادشي اللي كاين. بالحيان واش مع ميلو اسي البارح واش دار، ما شاء الله عليه لعاب ولعاب متطور، ولا مشى الميلو اسي ولا مشى الانتر دو ميلون غادي يزيد في الجرين تاو يزيد، غادي يمشي بعيد لانه لعاب مستوى عالي وعالي جدا. نتمناو له ان شاء الله التوفيق مع المنتخب المغربي. وهادشي اللي كاين ان شاء الله. قلت لك هذا الشيء اللي كاين، الشيء كاين. نتمناو الصحافه والاعلاميين يمشيو يهضروا لنا على هذا الملاعب والدفويات ديال هذا الملاعب، ونتمنى شي واحد يكون عاقل ومركز ويطرح هذه الاسئله هذه، ماشي انت نطيحوا في شي حوايج. لانه قال لك كاين شي حاجه قال لك يزينوها غير من برا ولكن نهار تفرش كلشي يكون مدقدق. هذه علينا تزين وتعدل، ولكن نهار تطردك لا قدر الله كلشي يمشي. هادشي اللي كاين. ونتمناو ان شاء الله الملعب ديال القبائل الناس تنتبه ويعاودوا له للسطح، لانه ما خصهمش يقعد هكذا. يعني هذيك الفضيحه يقدر الا كانت مقابله وكانت الشتا وكان متلفزه تبقى القطره تسيل سياله تسيل من الفوق، وهو ملعب ما شاء الله. هادشي اللي كاين. وكاين اخبار ان شاء الله غدوه ان شاء الله ندير لكم شي فيديو على المشاكل ديال لاكاف، لانه كاين مشكل في لاكاف ما بين السكرتير جينيرال ديال لاكاف، لانه راه مربونه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو لاخر ان شاء الله.